صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. بتهيألي فاتوا كتير اللي ما خزنش بطاطس الموسم اللي فات، كانت غالية جدا. النهارده هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، أحلى كمان من الشركات اللي بنجيبها بسعر غالي وبطريقة مبسطة. طريقة كمان مضمونة وأنضف وأحلى وأطعم وتفضل مقرمشة لآخر بطاطساية ممكن تعمليها. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. جبت البطاطس وغسلتها وابتديت ان انا اقشرها زي ما انتم شايفين كده. قشرتها الاول طبعا وغسلتها، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الميه المغليه بتاعتي. حطيت ايه في الميه المغليه؟ حطيت ملح وخل. اول ما الميه غليت ابتديت ان انا اضيف البطاطس. قعدت بالظبط حوالي 5 دقايق في الميه المغليه، قلبتها كده بشويش بالراحه، وزي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اطلعها احطها في ميه بتلج. عامه الميه كده كده نازله من الحنفيه ساقعه اليومين دول، فممكن ان انا استبدل الطريقه ديت بان انا احطها في مصفى تحت الحنفيه لغايه ما الميه تتصفى منها زي ما انتم شايفين كده، لاني انا مش عايزه السخونيه تكمل السوا بتاعها. اول ما اتصفت كويس جدا هبتدي ان انا اجيب الزيت المغلي، يعني مغلي جدا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اضيف البطاطس. طب هحط البطاطس قد ايه؟ طب انا عايزه اقول لكم ان كل واحد بيختلف كمية البطاطس وكمية الزيت بتختلف عن كل واحد عن التاني. فانا عايزه اقول لكم انا عايزه اعمل لها كفر بس. انا هوريكم الكفر ازاي ده هيبقى شكله، بس عامه للي بيتلخبط هو مش هيقل عن 5 دقايق. زي ما انتم شايفين كده انا هوريكم الكفر ده بيبقى لونه مش ذهبي، يعني بيبقى لونه حاجة بسيطة كده. الكفر ده عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن قشرة كده. لما البطاطس في بداية تحميرها، هي دي الكفر او القشرة اللي انا عايزاها بالظبط. بعد كده ما يعمل قشرة او كفر اللي انا قلت لكم عليه، هبتدي ان انا اطلعها بالمصة بتاعة البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا احاول انزل الزيت كويس جدا، وهبتدي ان انا احطها في المصفى بتاعه المكرونه. هي مش هتنزل زيت كتير عامه، لان كده كده الزيت ده هيبتدي يطلع تاني لما اجي اعملها للاكل زي ما شايفين كده. وعلى فكره في حاجه مهمه جدا لازم اقول لكم عليها. انا عايزه اول حاجه البطاطسايه تبقى سميكه شويه، متبقاش رفيعه. تاني حاجه انا عايزه نسبه البطاطس وانتي بتقليها ما تبقاش كتيره في الطاسه. انا عايزه شويه بشويه، علشان دي كمان يعني انت كده بتقللي درجه الحراره وبتخلي البطاطس تتعجن منك، ما بتبقاش مقرمشه زي ما احنا عايزين. زي ما انتم شايفين كده، حتى لو هتعمليها دلوقتي او هتعمليها علشان تعمليها للاكل، يعني عشان هتبتدي تطلعها من الفريزر عشان تعمليها، زي ما انتم شايفين كده هتطلع احلى من البطاطس اللي بنجيبها من الشركات وبتبقى غالية جدا. الكيلو دلوقتي رخيص جدا، فانت ممكن تعمليها. لو مش قادرة تعملي كمية كبيرة، ممكن كل ما تجيبي بطاطس تجيبي 2 كيلو ولا حاجة، وتبتدي تعمليهم وانت واقفة سريعا. وبتبتدي بقى بعد كده زي ما انتم شايفين كده هنطلعهم شوية بشوية ونحطهم في المصفى. لما البطاطس دي تبرد خالص هنبتدي نحطها في الاكياس. صدقوني هتنجز معاكوا للستات اللي بيشتغلوا او لربات البيوت، مفيش مشاكل. يعني ممكن انتي تبقى حاجة سهلة وسريعة في نفس الوقت اقتصادية، ان احنا ما نجيبهاش غالية من بره. زي ما انتم شايفين كده انا هوريكم يا رب اللون بس يبان، لون الكفر اللي انا عايزة اقول لكم عليه بنطلعها امتى. زي ما انتم شايفين كده بصوا، انا بحاول اقربها ليكم على قد ما اقدر. لون كده بسيط كده بيبقى طبقة بسيطة من السوى او من التحمير. بصوا مقرمشة ازاي، خطيرة. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. زي ما شايفين كده هبتدي ان انا احطها في اكياس، وهبتدي ان انا افردها كويس جدا عشان ما تتكسرش مني، وكمان ما تاخدش مساحه ولا مكان. بصوا بقى حاجه كده عظمه وسهله.